اهلا بحضراتكم مره اخرى. الشاعر الحلبنتيشي جاي النهارده مش حلبنتيشي. مش حلبنتيشي زي ليه؟ تجربه جديده مع شويه احباط من الحاجات. الحلبنتيشي لما كتبته ساعه الثوره كتبته بعد التنحي، فكنت فرحان شويه. وبعدين ايه اللي حصل لك بقى؟ محبط شويه يا ريس. يعني النهارده كان احساسك ايه؟ انطباعك ايه النهارده عن اللي حصل النهارده في ميدان التحرير وميدان العباسيه؟ انا امبارح كنت معدي في ميدان التحرير، شفت الناس الاستعداد. شفت الناس شفت الناس ولعت في الخيم، وانا معدي كده كنت جاي من كوبري قصر النيل، فلقيت دخان كبير جدا ولقيت الخيم والعه، فما فهمتش. ومش فاهم حاجه والله ما فاهم حاجه. بس جالك الاحباط اللي انا متوقعه للشباب، ان انتوا الحلم بتاعكم اتكسر. طبعا اتكسر. ها؟ طبعا. عارف مين اللي كسره؟ طبعا عارف، واتكلمت عنه المره اللي فاتت وعملت لنا مشاكل. ده سؤال برضه مش تختار اسئله. ده انا اتبهدلت والله يا ريس، والله اتبهدلت. المذيع الشاطر يعرف يختار اسئلته مع الضيوف. والله السؤال بوقعك فيه، بوقع فيه نفسي. طب ليه عملوا كده؟ يعني ليه كسروا حلم شباب مصر اللي خرج يعني يثبت لنا ويثبت للعالم كله ان شباب منتمي وشباب عظيم وشباب مش كنت بتسموه انت شباب السيس ولا مش عارف ايه؟ شباب يعني شاطر. ده اسم بيرجع لي اصلا. وقدر يرجع قدر يعمل جو كويس جدا وشيء عظيم جدا، واعاد ليه انتمائه وعادت ليه وطنيته اللي كانت صدت. ليه ضيعوه منكم كده؟ ليه عملوا فيك كده؟ عشان مصلحه مين؟ طغيان يصل لهذه الدرجه، يعني يصل لان اصل واحد يحرك لو فكرت فيها ببساطه، واحد نزل قتل في الشباب عشان بيقولوا عايزين حقنا، فمنطقي جدا ان هو يغطي على اللي حصل ويعوم اللي حصل لغايه ما الموضوع ينتهي ويغطي اصدقائه القدامى، فالدنيا تبقى ستيبل بالنسبه لهم وهم يفضلوا ماسكين الحاجات. احنا فين احنا؟ وعملنا ايه؟ وكل اي مصيبه، يعني عايز اصحيك، اي مصيبه حصلت اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ كلها بتتعوم. اي مصيبه، بورسعيد على فكره يوميها اتحرق استاد القاهره. فين الموضوع ده؟ فين؟ لا لسه خالص. ومحمد محمود ما حدش واخد باله، مش موجود، يعني اتحرق يوميها استاد القاهره، اتحرق. لا بفعل فعل الحاجات دي استخبت بفعل فعل. مين اللي عمل كده؟ ومين اللي قتل الشباب في محمد محمود؟ ومين في القصر العيني؟ ومين اللي عمل الحاجات دي؟ الحاجات دي كلها بتتعوم، وكل شويه يحصل حاجه احنا بلغتي يعني او بلغتنا احنا في الشباب نسحل احنا فيها، يعني حاجه احنا نقوم مسحولين فيها. طب تفتكر هل في فرصه لاسترداد الثوره مره اخرى يا عمرو؟ أم ان الامر قد خرج من ايديكم؟ اللي حصل يقول ان احنا لسه عندنا يعني مهما الزمن عدى احنا لسه نقدر نعمل نفس اللي احنا عملناه وننزل الشارع تاني. عندكم نفس الاصرار؟ بس الفكره الناس تعبت. مش فكره التعب بتاعت الناس، فكره الفتن الكتير جدا، فيبقى كل واحد مش فئتين بقى. يعني الاول هم حاولوا يخلوا فئتين، الناس اللي في التحرير والناس اللي في البيت، وبعد كده بعد ما الثوره مش عارف ايه قال لك، بعد ما الثوره خلصت قال لك حزب الكنبه. دلوقتي بقى كل واحد مقتنع بحاجه، كل واحد عنده اقتناع. حق بورسعيد عشان حصل كذا وعشان حصل ده كذا، لا كذا اللي عمل. فكل واحد يعني الفتنه بقت ما بيننا كلنا، يعني مش بقوا فئتين او 3 فئات او 10 فئات، كل واحد فينا بقى مقتنع بحاجه، والخير يتقال عليه شر والشر يتقال عليه خير، والراجل ده فلول والراجل ده فلول والراجل ده كان معانا، يعني حاجه هم اللي بيعملوا كده. وبارك الله في الاعلام، بارك الله في الاعلام. بارك الله فيك يا سيدي، وتشكرين، ربنا يكرمك ويديك الصحه. قولي قصيده احسن بقى، انا هطول لسانك اهو. لا انا قلت بارك الله في الاعلام. طيب بسم الله. قصيده اسمها انا مش فارس الاحلام. انا مش فارس الاحلام. بس هو كان بيجرب صوته من شويه في عادي والقلم، ولا مش عارف ايه في الدول. انا مش فارس الاحلام ولا الجندي اللي مات قدام. انا مش فارس الاحلام ولا الجندي اللي مات قدام، ووسط الحرب لو تقعي أنا مش بطلك المقدام. أنا سرطانك الخالد، بريئك اللي خد إعدام. أنا سرطانك الخالد، حبيبك اللي خد إعدام. أنا عاشق ما بيطولش، ولو طالك ما راح يسلم.
أنا نعسان ما بينامشي، ولو حاول يخاف يحلم. أنا اللا منطق العادي، كما قالوا أنا في وادي وكل الخلق في وادي. أنا البطل اللي ماشيلك بظهره، أنا البطل اللي ماشيلك بظهره، كأني رحت مش راجع. أنا ضحكة عجوز لاسع سمع أثناء ما بيصلي غنى ومزيكا في الجامع. أنا الوردة اللي بتشوه جمال صورتك، أنا الواد اللي بيخونك وبيحافظ على غيرتك. أنا الحرب اللي بتجمع وبتداوي وبتفرق وبتفرتك. أقولك كلمتين حلوين وآخد عمر من عمرك، أشوف الحزن في عينيكي أغمي عينيا واتلكك. أنا الدمعة اللي مش قابلة عليكي تهون، أنا المحبط ولو أحبط هسلم نفسي قبل ما أخون. أكون رجلك ومش عارف أبوس إيدك، فحاول أكون ولو عايزة سبب للخزي هديكي 200 مليون. أنا المنطق بتاع ارحل، بتاع امشي، ولما بخاف من العسكر بوافقهم على وجودهم، وفي نظري بكون ملعون. موافق مرة أحكي لك عليا باختصار، يمكن تبدليني كما ما عندي من مكنون. أنا كذاب مليش أصحاب، أنا عايش في خرم الباب، وموت من الخوف لو الشارع في يوم اتساب. فدمعلك وارجعلك خطاباتك، وامشيلك وارجعلك، واشكيلك واسمعلك، واطلعلك لسان الحق يلطعلك. كلام يوجعني في جسمك، ما انا جسمك، وانا الحرف اللي هجر اسمك، وانا اللون اللي ساح في اللوحة بوظ شكل نهر النيل، وراح يلقاله حل بديل. ولما صرخ وقال يا رحيل، ما كان يعرف بان الكون هيقلب ليل، وملك الغابة راح يسقر وهيدمر وهيعور، وهيدور على المساكين ويمنحهم عشا الضالين، ويجبرهم فيدعوله ويجبرني فأقول آمين. وتهنا خلاص ورادونا بدي توها، وغنوا لنا أغاني العيد، ووسط الغنوة فزعونا في بورسعيد، فهدونا وهدونا خلاص نسوه، ده حلم وحش فنناه نناه. أنا عايز ومش جايز أعوز تاني، وخاف العوزة تنساني، فحاول أعوز لأول مرة أصدر حكم على السلطان وأقول يمشي فيمشي. لأول مرة مش هدعي يطول عمر الرئيس لمجرد إني بلقى مكان يساع رجليا في الأتوبيس. خلاص هحلم براحتي وحلمي من المرض يشفى، ومد الرجل في قلب الشتاء تدفى، لا يوجعني جفاء برده ولا يكفني في مطره، ولا يفرق هواه السائع، واشوف وش الوطن في بسمة الطفل اللي نايم في حمى الشارع. ودي فرصة ومش راجعة، فيلا نعوز. ما كانش يجوز هتنجح شلة الميدان، ولا الفوران، ولا الصرخة اللي مدفونة بقالها زمان، نلاقيها كما الآذان. وشاب جبان يقوم من النوم بفعل السحر، يطلق جرأته كالبحر فتمحو كل ما قد كان. ومش علشان أنا مش فاهم الموقف هبطل أروح على الميدان، ومش علشان أنا مش فاهم الموقف هبطل أروح على الميدان، لأن هناك بحس بروح غريبة طاغية على الكل. بتاع الفل بينظم إشارات المرور وحده، ومش وحده، مصر على خلوده هناك وحده. يرجع حق دمعة زنقوها ما بين تأبين وبين تعويض. ده لو كان القمر بيبيض ما كانت رضيت ولا هديت. وهذا الرفض كرسالة لكل من كانوا بهذه الحرب وتراجعوا. هذا الرفض كرسالة لكل من كانوا بهذه الحرب وتراجعوا، لكل اللي عدم نص الحياة على الأرض، لكل اللي عدم نص الحياة على الأرض. سلب الشهيد حالة كانت منحاها بس تعيش، خناقة كل يوم الصبح ويا الواد عشان ينزل يجيب العيش.
وكان بنوتة ليها حبيب، وكان حالف لا هيسيبها ولا يخونها ويستشهد، فتحبس روحها في الدبلة اللي في منها، ويحرمها قصيدة شعر كتبها أول امبارح، فتحرمنا ابتسامتها، فيتكسف الربيع يجي والصبح يخجل من طلوعه، والفقير يشبع بجوعه، والبكا يذبح دموعه رأفة بيها. وطن ما حافظش على بسمة البنت هيحرم من وجودها عليه، من غناها، من حبها للورد. ولما في يوم يعود الحق وينور، إذا رجع النهار من الشرق وخدنا حق كل شهيد، إذا حصل المنى، ممكن تقبل الأم العزاء، تعيش ممكن بحبة ذكريات الأمس، وجايز برضو تلك البنت جايز تبتسم للشمس. اشكرك يا عمرو، اشكرك.